الصين تقوم بتعزيز مخزونها النووي بصاروخ دي اف 41 او دونج فينج، اختصاره دي اف 41. صاروخ مداه بيصل من 7500 ميل الى 9321 ميل. يقدر يصل ويصيب اي حتة في محيط الكرة الارضية، يصل لامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واسيا، حتى الجدار الجليدي كمان لو عايزة. الصاروخ ليه مميزات رهيبة كمان، بيحمل 10 رؤوس نووية. كل رأس نووي ممكن تتصرف وتروح لمكان، تصيب مكان على حدة. كل رأس نووي فيه أكبر وأضخم وأضعاف قنبلة هيروشيما وناجازاكي اللي أطلقتهم أمريكا على اليابان. الصاروخ كمان بيقدر يتفادى الدفاعات الجوية الأرضية، لأنه صاروخ مناور وبيحمل وسائل للشوشرة على الدفاعات الأرضية والجوية كمان. الصين بتعزز ترسانتها الجوية بشكل رهيب، ترسانتها النووية كذلك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإن شاء الله الفيديو بالكامل داخل القناة بعد قليل.